بيراميدز يستمر في مطاردة لقبه الأول، والأهلي بيعزز ألقابه في كأس مصر يحقق اللقب 38. في سؤال مهم جدا لباتشي، انت ناوي ترد امتى على أي قذيفة جاءت؟ تابعوني أنا صاحب الكورة وتحليل فوز الأهلي على بيراميدز في نهائي كأس مصر. ميزه الجيم النهارده بالنسبه للاهلي هو انه الحاجه مترابطه، يعني الحاجه اللي انت بتعملها ومدياك ميزه دفاعيه هي الحاجه اللي بتديك في النهايه ميزه كويسه هجوميه. دي حاله هجوميه للاهلي، هتلاقي ان مروان والسوليه زايدين في الحاله الهجوميه، وحمدي فتحي بيشتغل كشادو سترايكر او مهاجم تاني جنب كهربا. اذا ثلاثي وسط الملعب في 4-3-3 مش موجود، الثلاثه في وسط ملعب بيراميدز والثلاثه في حاله هجوميه. طيب مع وجود لعيب زي رمضان صبحي هو من اهم اسلحه ومفاتيح لعب فريق بيراميدز، هتسيبه كده؟ محمد هاني هو اللي بيسيب مكانه من الطرف وبيضم في قلب الملعب عشان يغطي مساحه مروان والسوليه وحمدي فتحي، بحيث ان لو تم تحول هجومي البيراميدز عن طريق رمضان صبحي اتلعبت الكوره ومحمد هاني هو اللعيب اللي بيفتك الكوره بيغطي وسط ملعب فريق الاهلي. هنا بيرسي تاو بيسحب المدافع، ولاحظ معايا تحرك حمدي فتحي بيحاول انه يخترق المساحه ما بين باك وقلب الدفاع عشان يدي متنفس هجومي للاهلي. وصلت الكوره لتاو وهو وحمدي فتحي بيشاور وبيطلب الكوره في المساحه ما بين الباك وقلب الدفاع عشان احمد سامي يطلع فيوفر مساحه الكهرباء اللي بيبص على احمد سامي، بيبص انه هيخش يتحرك في المساحه دي بمجرد ما حمدي فتحي يبدا يشتغل المساحه الفاضيه. بس معايا محمد هاني تاني، مجرد ما وسط ملعب الاهلي بيزيد، ادي مروان وادي السوليه الاثنين اتضربوا او الاثنين فوق الكوره، هنا محمد هاني هو اللي داخل او طالع مع رمضان صبحي عشان ما يسيبوش يستلم في القلب وما يسيبوش يصنع اللعب من منطقه عمق الملعب. وهنا بيرسي تاو مجرد ما لمح ان محمد هاني هو اللي ضامن للقلب مساحته فضيت، بدا يقطع السبرنت بسرعته عشان يغطي مساحه محمد هاني. هتلاحظ هنا ان بيرسي تاو بيقطع سبرنت عشان يخش مع الباك اللي هو محمد حمدي عشان ما يديلوش افضليه في المساحه. التركايه الهجوميه بقى اللي بيشتغل عليها النهارده مارسيل كولر شبه شويه مباراه 3-0 بتاعه الزمالك. كهربا بيسحب قلب الدفاع، بتفضى مساحه في العمق، حمدي فتحي اللعيب اللي بيضيف هجوميا من وسط الملعب بيكمل وبيقطع هو في المساحه عشان ياخد منه التو ويبدا ينطلق في المساحه الفاضيه، لكن ما كانش فيه كثافه هجوميه. بيرسي تاو تحت، حسين الشحات بعيد، كهربا لوحده هنا مع حمدي وسط زحمه كبيره جدا، فده اللي اثر هجوميا على الاهلي وما خلوهوش يقدر يزيد هجوميا. تاني حاجه، كل المساحه دي ما فيهاش لعيب بيزيد من وسط الملعب، ما فيهاش مروان بيقدم الاضافه، ما فيهاش عمرو السوليه، وده اللي اثر على الاهلي طول ال 120 دقيقه هجوميه. بص حسين الشحات، انا عايز العب، ما فيش حد هنا متحرك، ما فيش لعيب من لعيبه الاهلي بتطلب الكوره. مارسيل كولر مش عايز كده، مش عايز يغامر، دي مباراه كاس. لكن بص هنا تاني، حمدي فتحي بيطلب الكوره في العمق، كهربا ساحب مدافع، حمدي فتحي بيشتغل في المساحه الثانيه او على المدافع الثاني، شبه مباراه الاهلي والزمالك 3-0 في الدوري. حسين الشحات الطويله في القلب، اثنين مهاجمين، واحد منهم اللي هو حمدي فتحي بيجيد التعامل مع الكرات الراسيه، خطف جول اللي جاب الكاس. التركات التانية بقى الهجومية، بص معايا ازاي انا بشتغل على الجنب اليمين بطريقة تقدر تفرغ الاثنين، علي معلول وحسين الشحات. هنا حمدي فتحي بيبدأ يسيب مكانه ويروح عشان يقفل او يغطي ظهر معلول، وفي الحالة دي معلول بيشد الخط خالص وبيبدأ استعداده للانطلاق. مجرد ما مروان عطية بدأ يستلم الكورة، بص علي معلول بيشاور له في المساحة دي، وهنا حسين الشحات بيبدأ ياخد الشيبي لجوه عشان يفرغ مساحة لعلي معلول، لكن باتشيكو كان عامل حسابه حاطط توفيق والشيبي قافلين تماما المساحة دي. لكن بص ذكاء لعيبه الاهلي وذكاء كولر، هنا استلم علي معلول الكره في المساحه اللي هو عايزها، لكن الشيبي معاه لازق فيه، فكده انت ما فرغتش معلول لكن انت فرغت حسين الشحات. بص حسين الشحات انت ازاي هربته، انت رميت كل انظار لعيبه بيراميدز على علي معلول، فمجرد ما الكره راحت له كله ساب حسين الشحات وبص لمعلول، ففي النهايه بقى مين المتفرغ ومين الحر؟ حسين الشحات. بص حسين الشحات فين في منطقه صناعه اللعب من العمق، وعلي معلول بمجرد برده ما الكره راحت لحسين الشحات كل انظار لعيبه بيراميدز راحت لحسين، بص كله باصص فين، وبص معلول بيسرق المساحه وبيطلب الكره في القلب ازاي، معلول دخل القلب حطها الكهرباء، لو كان قفل وش رجله ممكن تبقى جول سهل جدا. كانت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، مبروك لكل الاهلاويه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.